السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة بعنوان: لو عرفت الغيب كنت هتختار نفس اللي انت فيه دلوقتي. في حياتنا ساعات كتير بنتمنى لو نعرف الغيب، أو نعرف إيه اللي هيحصل بكرة، أو نعرف ليه اتأخر رزق، أو اتأخر زواج، أو ليه حصلت مشكلة. وكتير مننا بيقول: يا ريت لو حصل كذا، يا ريت لو عملت كذا. لكن الحقيقة اللي لازم نفهمها إن لو ربنا كشف لك الغيب كنت هتختار نفس الواقع اللي انت فيه دلوقتي، لأن فيه خير مخفي يمكن انت مش شايفه بعينك، لكن ربنا كتبه بحكمته وعدله ورحمته. وصدقني، لو ربنا وراك اللي جاي بعد الصبر ده كنت هتسجد شكر وتقول: الحمد لله إني ما كنتش أعرف الغيب. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربنا بيقول لنا إن ممكن نكره أمر ونشوفه شر، لكن في الحقيقة هو الخير لينا. وهدي لحضرتك مثل: واحد اتأخر في وظيفة كان بيتمنى يدخلها، وبعد شهور اشتغل في مكان أفضل وأكرم. يبقى العبرة إن الخير مش دايما بيبان من أول لحظة. واللي عايز أقوله لحضرتك: يمكن النهاردة زعلان، لكن بكرة هتضحك وتفتكر إن اللي ربنا اختاره كان أحسن من كل اللي أنت خططت له. خليك مؤمن إن اللي حصل لك مش ضدك، ده في صفك، حتى لو مش فاهم دلوقتي. وقال الله تعالى في موضع آخر: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني ممكن تتعلق بحاجة وتفتكر إن سعادتك في الحاجة دي وهي في الحقيقة شر. ودي لحضرتك مثلا: بنت كانت عايزة تتجوز شخص بعينه، لكن الأمور ما تمتش، وبعد سنين عرفت إنه كان مؤذي جدا وإن ربنا نجاها منه. يبقى مش كل اللي بتحبه خير ليك. واللي حابب أقوله لحضرتك: ما تبصش للي راح على إنه خسارة، يمكن ده إنقاذ ليك. قول لنفسك: يمكن اللي أنا بحبه ده لو أخدته كان هيكسرني، والحمد لله ربنا سترني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. رواه مسلم. وده معناه إن المؤمن كسبان في كل حال. لو صبر ده خير، طيب ولو شكر برضه خير. وهدي لحضرتك مثل: راجل خسر تجارته لكنه بدأ تجارة صغيرة وكانت سبب في رزق واسع وبركة. يبقى العبرة إن المؤمن مش بيخسر أبدا. صحيح هو ممكن يتقلب بيه الوضع من حال لحال، لكن الربح دايما معاه. واللي حابب أقوله لحضرتك: لو أنت في ضيق دلوقتي أو في مشكلة، ما تقولش أنا ضايع، قول أنا في اختبار، وبإذن الله هطلع منه بخير. صدقني، يمكن ربنا بيجهزك لحاجة أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رواه الترمذي. يعني ما فيش حد يقدر يمنع رزقك ولا يضرك إلا بإذن الله. وهدي لحضرتك مثل: الناس مش بإيدهم يرفعوك أو يكسروك، ده كله بإيد ربنا. واللي حابب أقوله لحضرتك: ما تحطش همك في الناس، خلي اعتمادك كله على ربنا. اسمعني كويس: محدش يقدر ياخد رزقك، ومحدش يقدر يقفل باب ربنا فتحه لك. وفي قصص كتير وردت في الموضوع ده. قصص سيدنا موسى عليه السلام اللي موجودة في سورة الكهف. سيدنا موسى في الأول اعترض على تصرفات الخضر،
لكن لما ظهر الغيب اتضح إنه كلها خير. والعبرة إن اللي حضرتك شايفه ظلم أو غريب دلوقتي يمكن بكرة تكتشف إنه كان ستر ورحمة. واللي حابب أقوله لحضرتك، خليك متأكد إن ربنا شايف الصورة كاملة، وإن حضرتك شايف زاوية صغيرة. لو كملت اعتراض هتعيش تعبان، لكن لو سلمت هتعيش مرتاح. وسيدنا يوسف عليه السلام لما اتظلم واترمى في البير وبعد سنين بقى عزيز مصر. يبقى العبرة إن الطريق الصعب ساعات بيكون هو نفسه طريق المجد. واللي عايز أقوله لحضرتك، ما تستعجلش النهاية، قصتك لسه ما كملتش. افتكر سيدنا يوسف، كل مصيبة كانت سلم بيرفعه لفوق. يمكن مشكلتك دلوقتي هي نفسها اللي هترفعك بكرة. وفي قصص كتير خالص في حياتنا الواقعية، وهدي لحضرتك أمثلة دلوقتي. زي شاب مثلا اتأخر في الزواج وكان زعلان جدا، لكن لما اتجوز في الوقت اللي ربنا اختاره لقى زوجة صالحة كانت أحسن من كل اللي هو شافهم وعرفهم قبل كده. يبقى العبرة إن التأخير مش حرمان، التأخير ده اختيار إلهي للأنسب. واللي حابب أقوله لحضرتك، اوعى تستعجل رزقك. رزقك ليه ميعاد، مش هيتأخر ولا هيتقدم. وفي ابنها اتأخر في الدراسة لكنها صبرت وربنا رزقه بموهبة في مجال تاني كان سبب فخر ليها. يبقى العبرة إن الفشل في باب ممكن يكون بداية لنجاح في باب تاني. واللي عايز أقوله لحضرتك، افتح عينك على الخير اللي عندك بدل ما تعيط على اللي ناقصك، وما تبصش على نص الكوباية الفاضي. وأخيرا أحب أقول لحضرتك حاجة، افتكر دايما إن الغيب مش ليك، الغيب بيد الله وحده. وافتكر إن ربنا مش بيكتب لك إلا الخير حتى لو شكله وجع أو تأخير. فخلي قلبك راضي ولسانك دايما يقول اللهم اختر لي ولا تخيرني. لسانك يقول ايه؟ اللهم اختر لي ولا تخيرني ودبر لي فإني لا أحسن التدبير. ولو لسه قلبك متردد، بص حواليك، شوف قد ايه ربنا نجاك من مواقف زمان كنت فاكرها نهاية وطلعت بداية جديدة. ما تخليش هم النهاردة يسرق منك فرحة بكرة. وأخيرا أدعو الله، اللهم اجعلنا راضين بقضائك صابرين على بلائك شاكرين لنعمك، ولا تجعل يا رب الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واكتب لنا الخير حيثما كان، ثم ارضنا به يا رب. اللهم ارزقنا حسن الظن بك والتسليم لأمرك والرضا بما قسمت لنا، واغفر لنا ذنوبنا وارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش، ويا ريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وشارك الفيديو بحيث الكل يستفاد وتكون صدقة جارية نستفيد منها كلنا. وجزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.